تفتكر إيه هي الهدية اللي ممكن تغير تاريخ أمة بأكملها؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الهدية دي كانت مدينة، مش أي مدينة، كانت الرها. الرها أول إمارة صليبية تأسست في الشرق سنة 1098 ميلادياً. دي كانت شوكة في حلق المسلمين حوالي نص قرن. بالظبط، فضلت حوالي 50 سنة محتلة، وعشان كده كان فتحها سنة 1144 ميلادياً هو الإشارة اللي محتاجاها المسلمين عشان يعرفوا إن الأمل لسه موجود. مين بقى البطل اللي قدر يحرك المياه الراكدة دي؟ أكيد مش أي حد. ده عماد الدين زنكي، أتبك الموصل وحلب، الراجل اللي كان شايف توحيد الجبهة الإسلامية هو الطريق الوحيد للجهاد. يعني زنكي ما كانش بيحارب الصليبيين بس، ده كان بيحارب الفرقة الداخلية الأول؟ دي كانت عبقريته، توحيد حلب والموصل، وبعدها بدأ يبص على الرها. وكان القدر بيخدمه شوية. إزاي؟ أمير الرها جوسلين الثاني كان شخص ضعيف ومستهتر ومغرور بقوة مدينته. يا سلام، يعني ساب عاصمة أول إمارة صليبية مكشوفة؟ أكتر من كده، خرج بجيشه كله تقريباً بعيد عن الرها عشان يساعد البيزنطيين في مكان تاني. دي فرصة ذهبية لزنكي، أكيد ما استناش. يوم 28 نوفمبر 1144 ميلادياً وصل زنكي بجيشه وحاصر المدينة حصار محكم. الرها كانت محصنة جداً، أسوارها كانت ضخمة. فعلاً عشان كده زنكي بدأ معركة من نوع تاني، معركة الحفر تحت الأسوار وضربها بالمنجنيقات ليل ونهار. ياه ساتر، شهر كامل من الضرب والحفر، أكيد الصليبيين اللي جوه كانوا في حالة رعب. كانوا في حالة ذهول لأنهم كانوا متخيلين إن جوسلين هيرجع لهم أو هتجيلهم نجدة من إمارات الصليب التانية زي أنطاكية أو القدس. ومحدش فيهم لحق يوصل. للأسف جيوش النجدة من بيت المقدس ما كانتش بالسرعة الكافية وبعيدة جغرافياً، وجوسلين نفسه فضل يراقب الوضع من بعيد، جبن غير مسبوق. كملي، إيه اللي حصل لما الأسوار اتفتحت؟ بعد 28 يوم من الحصار، يوم 24 ديسمبر العمال قدروا يعملوا ثغرة كبيرة في السور الشمالي للمدينة. اللحظة الحاسمة، لحظة الاقتحام. كان يوم جمعة واقتحم جيش زنكي المدينة واندفع الناس للهرب نحو القلعة، وحصلت فوضى رهيبة ومذبحة. أكيد كان انتقام ل50 سنة احتلال وقهر. لكن هنا بان معدن عماد الدين زنكي كقائد عظيم. أول ما حس إن الأمر خرج عن السيطرة أمر بوقف القتل. ده قرار صعب جدا في عز الانتصار. ونادى في المدينة بالأمان لكل من ألقى سلاحه، وسمح للمسيحيين الأصليين زي الأرمن والسريان بالبقاء في المدينة، لكنه طرد الفرنجة الصليبيين الغزاة. إيه الحكمة من القرار ده إنه يوقف القتل ويسيب المسيحيين؟ لأنه كان عايز يثبت إنه محرر مش محتل تاني، وكمان عشان ما يخليش الحملة الصليبية التانية ليها حجة قوية عشان ترجع تاخد المدينة. تحليل سياسي وعسكري في منتهى الذكاء. يبقى كده الرها رجعت للمسلمين في ديسمبر 1144 ميلادياً. بالظبط كده، وده كان أول كسر حقيقي لجدار القوة الصليبية في الشرق وأشعل شرارة الجهاد تاني. يعني زنكي هو الأب الروحي للتحرير اللي كمله من بعده ابنه نور الدين وتلميذه صلاح الدين الأيوبي. نقدر نقول إنه فتح الباب فعلاً. إزاي بعد كده أوروبا كلها اتجننت وقامت الحملة الصليبية التانية عشان تسترد الرها. وده دليل على عظمة هذا النصر، نصر هز أوروبا كلها وكتب نهاية عصر الاحتلال اللي افتكروا إنه هيدوم للأبد. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.